كنت بجيب بنات الشقة وبعرف بنات من وراكي بس بعشقك، وقفل السكة في وش حماته وأول ما شاف أمه عيط. اعترافات أشرف وهو مش في وعيه خلت مريم مسكت فيه. يا ترى إيه اللي حصل؟ وهل فعلا أشرف بيحب على مريم بعد الجواز؟ وإيه هي حكاية تعبه؟ وهل عمل تجميل في مناخيره؟ كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. ما كانش في وعيه ومراته بتختبره وبتسرسب منه الاسئله وهو نايم عشان تعرف كل حاجه، وقفل السكه في وش حماته وما كانش عايز يسمع صوت. كواليس عمليه اشرف في المستشفى وازاي مريم خلته يعترف بكل الكوارث اللي عملها من ورا ظهرها. اشرف خرج من العمليات بعد 4 ساعات وكان بيعمل تجميل في مناخيره لانه ما كانش قادر ياخد نفسه نهائي، والموضوع كان بيطور معاه لدرجه انه كان ماشي بقطر عشان يعرف يتنفس. هنا الدكاتره كلهم اجمعوا انه لازم عمليه علشان يعرف يتنفس طبيعي من غير اي حاجه تساعده. كان متحمس جدا. مريم مراته كانت جنبه وما سابتهوش لحظه واحده. خبى على امه لانه كان خايف عليها تقع من طولها او تتصدم لو شافته تعبان او حصل له حاجه، والعمليه مش سهله فممكن يحصل لها حاجه، فخبى عليها. وحماته ما حضرتش هي كمان، طلعت وقالت ان السبب هو انها تعبانه وعندها دور برد وكده ممكن تعديه، فقررت ما تجيش وتخليه يرقد بعدها. ومش كده وبس، لمحت كمان ان حمات مريم ما جاتش فما ينفعش يكون سموره موجوده وامه لا وتعمل مشكله. وبعد ما العمليه خلصت بعد ما قعد 4 ساعات، مريم قررت تاخد منه اعترافات عشان توقعه في الكلام وتسرسبه لما يفوق. وقتها تحاسبه في اللي كان بيعمله من وراها واكتشفت بلاوي. أشرف اعترف من أول سؤال وقال إنه كان بيجيب بنات الشقة وهي مش فيها، ووقت ما كان بتروح عند أمها سمورة كان بيجيب بنات وعرف كذا واحدة عليها، بس اللي في القلب مريم. وهنا مريم اتصدمت وقالت مش معقولة، أكيد هو مش في وعيه وبيضحك علينا بالكلام، وقلبت الموضوع لضحك وهزار، لكن أكيد هتحاسبه أول ما يفوق ويبقى بصحته. واما بقى اللي عمله في حماته وهو مش في وعيه كان في حاجه تانية خالص. اول ما سمع صوتها في التليفون راح قال لها وقال لمريم اقفلي السكه في وشها وقولي لها ما تكلمش تاني وخليها ساكته، سيبوني لوحدي شويه انا تعبان. لكن اول ما سمع صوت امه قلبه كان بيدق والمشاعر فجاه اتحولت وقعد يعيط وقال لها انا بحبك قوي يا امي، وهي تقول له انا كنت الام والاب ليك وانت ابني اللي ماليش غيرك، وقلبوها دراما وعياط. وفجأة أشرف انهار وقعد يقول لهم مش عارف اخد نفسي ومش عارف اتنفس، ساعدوني. مريم طبطبت عليه وهونت عليه وقالت له شوية بشوية هتعرف وتقوم بالسلامة، ما تقلقش. حمات أشرف سمورة طلعت وقالت إن أشرف ما كانش عايز يتصور نهائي وما كانش عايز حد معاه، هو تعبان لأنه بيخاف على البرستيج والشف، فكان مانع تصوير خالص ومحرج جدا. ومحرج على مريم لو صورته هيطلقها لانه بيحب يظهر وهو بكامل شياكته واناقته. وللي ما يعرفش تعب اشرف هو كان عنده مشكله في مناخيره والدكتور اكتشف انه عنده اعوجاج فيها، كان لازم عمليه بس هو خاف يكون فيها اي حرمانيه. اتصل بدار الافتاء اللي نفت كل الكلام ده وقالت له انها مش حرام طالما فيها شفا ليك، وعلشان كده اشرف اتشجع وعملها اول ما اطمن ان ما فيهاش اي حرمانيه. يا ترى بقى انتوا تفتكروا فعلا اشرف عرف بنات على مريم ولا مجرد كلام كان بيقوله في البنج وهو مش في وعيه؟ ولو طلع كلامه جد تفتكروا مريم هتعمل معاه ايه؟ شاركونا في التعليقات.